فارس خبط عليهم من غير تفكير، وندى ووالدها ووالدتها كانوا كلهم ملمومين حوالين نادين. فارس قرب منها وحاول يفوقها، ولما فاقت لقيت نفسها على دراعه. فارس، هو انت بجد قصادي؟ اهي بقت كويسة الحمد لله. سلامتك يا نادين. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لها، ده كل شوية يغمى عليها، ويا ما قلت لها تعالى اوديك الدكتور وهي تقول لي لا. ستي ما هي زي الفل اهو، ايه لزوم الدكتور وفارس موجود؟ بقول لك ايه يا حسنية، روح اعملي لنا شاي، احسن الواحد يتخض بسبب بنتك وشعره شاب زيادة ما هو شايب. حقك عليا يا اخويا، ربنا ما يحرمني منكم ابدا، هو احنا لينا غيركم بعد ربنا؟ ثواني والشاي يكون جاهز. ولما خرجت حسينة من الأوضة عوض قرب من نادين. شكلكم لايق على بعض ولا ايه يا فارس؟ من زمان يا عمي واحنا لايقين على بعض. فارس، أنا مش هتكسف من كل الموجودين لأنهم شاهدين من زمان على حبنا. أنا بس حابة أقولك حاجة مهمة قبل ما ماما تدخل. أنا لسه بحبك ونفسي أفضل جنبك ومش طالبة منك أكتر من كده. عايزة أفضل قصادك، وآخر حاجة تحصل لي في حياتي هو إني أكون مراتك مش أكتر. يا فارس بالله عليك بلاش توجع قلبي على بنت أخويا أكتر من كده. وافق يا ابني، اعمل معروف، احنا في شدة. دي حتى حسنية ما تعرفش اللي عند بنتها. طيب بس بشرط جوازنا يبقى على الورق وبس. ماشي يا نادين؟ وغدا مراتي ما تعرفش أي حاجة، ويا ريت كاتب الكتاب يكون بره البيت مش هنا خالص. عوض كان لسه هيتكلم ويعترض، بس نادين اتكلمت فاضطر ان هو يسكت. موافقة ومش طالبة اكتر من كده. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي. فارس نزل من البيت وهو بيلوم نفسه. ازاي وافقت وضعفت؟ ليه رضيت ابقى كبش فدا زي كل مرة؟ وليه اخون مراتي اللي ما شفتش منها غير ايام كلها سعادة؟ غدا قطعت كلامه مع نفسه لما اتصلت بيه. ايه يا حبيبي صوت دوشة العربيات دي؟ هو انت لسه في الطريق؟ اصل وانا نازل كانت مرات عمي تعبانة شوية ودخلت اطمن عليها انا وبابا وماما وندى، بس انتي تلاقيكي كنتي نايمة ما حسيتيش. بصراحة بقالي فترة بنام واصحى متأخر. المهم انا كنت طالبة منك طلب ويا ريت توافق عليه. انت عارف ان اخويا باسم مراته ولدت بقالها يومين، وانا مش هينفع اكون بعيدة عنهم في ظروف زي دي. عشان كده انا طالبة منك يعني تسمح لي اسافر، يا دوب هو شهر واحد وهرجع على طول. طبعا يا حبيبتي عندك حق، المفروض تكوني جنبهم، خصوصا ان باسم مراته ملهاش حد هناك عشان يخدمها يعني غير والدتك، وما ينفعش هي تشيل المسؤولية كاملة. على العموم انا هخلص لك اجراءات السفر بنفسي يا ستي، ولا يكون عندك فكرة. ربنا ما يحرمنيش ابدا منك يا حبيبي، مع انها اول مرة نكون بعيدة عن بعض، بس معلش اهي ايامه هتعدي. سلام بقى عشان الحق افرحهم ان انا هروح لهم. قفل فارس وهو بيتنهد وكأن هم الدنيا كله فوق قلبه. وبعد يومين سافرت غادة، وفي اليوم اللي سافرت فيه والد ووالدة فارس وأخته طلعوا الحسينة شقتها. أهلا بيكم، اتفضلوا يا حبايب قلبي، خطوة عزيزة. عوض قال لها بفرحة. يعز مقدارك يا حسنية، اسمعي بقى من غير لف ودوران، احنا أهل، وأنا بصراحة جاي أطلب إيد بنتي نادين لابني فارس. انت بتقول ايه يا حاج عوض؟ طب وغادة كانت عملت ايه عشان فارس يتجوز عليها؟ دي بنت زي السكر وما شفناش منها غير كل خير، واظن يعني ان نادين مش هتوافق بكده ابدا حتى لو فارس موافق. لا يا ماما، أنا موافقة ومش هضيع فارس تاني من إيدي. أنا عايزة أكمل اللي باقي من عمري معاه، وبعدين فارس مش بيعمل حاجة غلط، ده شرع ربنا، وعشان مشاعرها إحنا مش هنقول لها. يا حسنية ده شرع ربنا، هو هيعدل ما بينهم، وفي ايام نادين فارس هيطلع الشقة هنا عندكم، وانتي ابقي اقعدي مع فوزية وندى، وفي ايام غادة ابقي اطلعي شقتك يا ستي. هو والله ده الظاهر كده كل حاجة مترتبة ومحسوبة كمان، وأنا آخر من يعلم. على العموم ما دمتم كلكم موافقين ألف مبروك. والعيلة ما ضيعتش وقت وكتبوا كتاب نادين وفارس. وبعد كتب الكتاب فارس دخل أوضته في شقة والده وهو حزين. أمه دخلت عليه. يا ابني مالك فيه إيه بس؟ معقول نسيت حبك لنادين زمان؟ مفيش أي مشاعر قديمة في قلبك ليها؟ دي ما كانتش حبيبتك بس،
ده انت كنت كاتب اسمها زمان على ايدك. زي ما كتبت اسمها مسحته، وصليت واستغفرت ربنا وطلبت منه يمحي حبها من قلبي زي ما اتمسح من ايدي. يا أمي أنا ونادين مع بعض دلوقتي عشان نفسيتها تبقى كويسة في آخر أيام حياتها، لكن محدش فيكم فكر فيا ولا في حياتي اللي هتخرب بسبب الجوازة دي. طول عمركم بتيجوا عليا بكل سهولة. نادين دخلت الأوضة عليهم وقطعت كلامهم. معلش يا فارس، أنا بس محتاجة أتكلم معاك فوق في شقتنا، في كلام كتير عايزاك تسمعه. طيب يا نادين، حاضر. فارس طلع معاها، وأول ما دخلوا الشقة قالت له يستناها ثواني. دخلت أوضتها وخرجت منها واحدة تانية خالص كأنها عروسة وسليمة 100%. وفارس رغم تجاهله ليها لكن هي قربت منه ومسكت إيديه. وحشتني قوي يا فارس، أنا أسعد واحدة في الدنيا كلها عشان إحنا مع بعض. أنت مش عايز تبصلي ليه؟ هو أنا مش مراتك؟ أنت عايزة إيه؟ وليه أنا هنا؟ مش إحنا متفقين إن جوازنا على ورق؟ لزومه إيه كلامك ده؟ مفيش اتفاق في حاجة زي دي مشاعر ومحدش فينا يقدر يتحكم فيها. أنا عارفة إنك مستحيل تنسى اللي كان بينا زمان. قرب مني يا فارس، أنا نادين حبيبتك. فارس بص لنادين وقرب منها ومسك إيديها، لكن فجأة بعد عنها. مستحيل، أنا شايف غدا قصادي، مستحيل أخونها. افهمي يا نادين، انت بالنسبة لي بنت عمي، واللي كان بينا زمان خلاص انتهى وخلص وانت خرجتي من قلبي. أنا نازل، تصبحي على خير. طيب خلاص، اعتبر اللي حصل بينا ما حصلش، وخليك بايت معايا هنا، عايزة أحس إنك جنبي. وبعدين معاكي بقى. طب اتفضلي ادخلي نامي في اوضتك وانا هنام في الاوضه التانية. وعدى اليوم زي ما فارس عايز، لكن تاني يوم الصبح لقى نادين نايمه في حضنه، اتنفض من مكانه. انت بتعملي ايه هنا؟ اتفضلي قومي. في ايه بس يا فارس؟ انا نمت جنبك بس للدرجه دي مش طايقني. انا نازل عند عمك تحت، اوعي كده. ونزل فارس وكان رافض يتكلم مع اي حد، لكن فجأة لقى غادة بتكلمه فيديو، وأول ما شافها بكى لأول مرة بحرقة. وحشتني، أنا آسف. وإنت كمان يا حبيبي، مالك؟ وآسف على إيه؟ إنت كويس؟ سامحيني إني ما جيتش معاكي. أصل العيشة من غيرك صعبة قوي. بحبك قوي يا غادة. وأنا كمان يا حبيبي. على العموم أنا هرجع قريب. صحيح باسم عايز يكلمك. طيب اديهولي. وفي اللحظة دي نادين وقفت جنب فارس وحطت ايديها على كتفه، وفارس من التوتر قفل المكالمة مع غادة بسرعة. انت ازاي تعملي كده؟ مش شايفة اني بتكلم؟ يا حبيبي انا مش قصدي، وما خدتش بالي انك بتكلم حد. عوض دخل عليهم والفرحة واضحة على ملامحه. صباح الخير يا ولاد، بيتي شكله له يوم صباحيتكم. ما شاء الله، نادين شكلها هتحول من امبارح للنهارده، كأنها بدأت تتحسن وتخف من قربك ليها. سبحان من جعلك دواها. بابا أنا محتاجة أنام في شقتي، لو سمحت سيبوني شوية لوحدي. ولما فارس طلع شقته يقعد لوحده مع نفسه، فجأة لقى باب الشقة بيتفتح. وقتها افتكر إن أخته أو والدته، لكن اتصدم لما لقى نادين قصاده. هو أنا فيا إيه وحش؟ مخليك مش عايز تقرب لي؟ يا فارس أنا لسه بحبك. غدا مين بس اللي تنسيك نادين؟ ممكن تخليكي في اللي انت فيه؟ تعالي نقفل اللي فات ده كله ويلا بينا نروح لدكتور تاني نعرض عليه إشاعاتك وتحاليلك، يمكن يكون فيه أمل وإن شاء الله تبقي كويسة. يا بنتي الحياة فيها حاجات كتيرة قوي غير الحب والرجوع والذكريات. انت مش عارفة غدا بالنسبة لي ايه. غدا دي روحي ومستحيل أعيش من غيرها. طيب يا سيدي قولي بحبك ولو بالكذب، حاول تفرحني في آخر أيامي، وبعدين صدقني الوقت اللي هنعيشه سوا هيبقى مدته قصيرة وانت معاها للأبد. بقولك ايه، أنا ممكن أساعدك في أي حاجة غير إني أعاملك كزوجة، وافتكري إن ظروف جوازنا مختلفة وانت وافقتي، ومهما حاولتي معايا صدقيني هتفشلي. نادين خرجت من شقة فارس اللي كانت ريحة غدا مالية كل ركن فيها. خرجت وهي مغلولة ومش قادرة تاخد نفسها. وعدت الأيام وفارس على نفس موقفه، وغدا مشغولة مع أهلها ولسه مرجعتش من السفر. ونادين بتحاول بكل الطرق تقرب من فارس، بتحاول تقرب ولو لمرة واحدة بس، ولكنها بتفشل كل مرة. وفي يوم حصلت حاجة مش متوقعة نهائي.
غدا رجعت من السفر فجأة وخبطت على شقة حماها واتجهت بكل غضب على أوضة فارس، ومحدش قدر يمنعها أو يوقفها. ولما دخلت لقيت نادين جنبه. غدا من صدمتها كانت بتبكي بصوت عالي. صح فارس مفزوع ومش مستوعب اللي بيحصل، وقال لها استني يا غدا، أرجوك انت مش فاهمة حاجة. بعدها بص جنبه لنادين اللي كانت زي ما هي متحركتش، وقال لها بغضب انت ايه اللي جابك هنا؟ انت إنسانة ما عندكيش دم. في ايه يا فارس؟ ما هو طبيعي أكون نايمة جنبك، مش انت جوزي؟ غدا اتكلمت بقهر. أنا كان ممكن أتخيل إنك تعمل أي حاجة إلا إنك توجع قلبي كده. معقول أنا اتغشيت فيك أنت وعيلتك اللي اعتبرتهم زي أهلي وتعاملت معاهم بكل حب. لكن سبحان الله، مهما الواحد يعمل مع اللي زيكم مستحيل يتقدر. أنا هسافر لأهلي، بس المرة دي مش راجع تاني، ويا ريت ننهي جوازنا بسرعة بعد شهر العسل بتاعك. سلام يا عريس. نادين كانت مبسوطة ومش عايزة تقوم من مكانها، ولما مرات عمها وندى دخلوا بصولها بحزن. مالكم بتبصولي وزعلانين ليه؟ أنا مالي بكل ده؟ هو أنا مش من حق أبقى جنب جوزي؟ ليه يا بنتي تخربي بيته؟ أنا عارفة إن أنت السبب في اللي حصل، وإنك يا دوب دخلتي نمتي جنب فارس لما دخلت البلكونة وشوفتي غادة جاية. طب أنت عارفة يا بنتي إن حالتك ميؤوس منها، ليه تخلي غادة تتطلق؟ ده ما كانش حالك يا نادين، وإنت بتتحايلي علينا عشان فارس يتجوزك. في الوقت ده حسينة جت بسبب الصوت العالي اللي سمعته، وأول لما دخلت عليهم قالت حالة إيه اللي ميؤوس منها يا فوزية؟ للأسف بنتي كدابة. اسكتي يا ماما، انتي بتقولي إيه؟ أنا بنتك على فكرة. ما هي المصيبة إنك بنتي، بس فارس برضه ابني، وأنا هقول لكم الحكاية كلها. في يوم سمعتكم بالصدفة بتتكلموا عن تعب وإن نادين عندها ورم. وقتها صدقت زيكم ووقعت من طولي، ما بقتش قادرة أتكلم من الصدمة. وهي من خوفها عليا قالت تحكي لي إيه؟ أنت كويسة بجد ولا بتكدبي عليا؟ والله يا ماما ده كله فيلم. يا ماما قومي وأنا هفهمك كل حاجة. طب استني أكلم سلمى صاحبتي اللي بتشتغل ممرضة في المركز الطبي، وهي هتأكد لك إننا مثلنا على ندى إني تعبانة عشان أقدر أرجع لفارس ونتجوز. كل الإشاعات والتحاليل دي مزورة، حتى الدكتورة اللي هناك متفقة معاها. والله كويسة الحكاية وما فيها إني في قلب نار من ساعة ما فارس رجع من السفر وهو في إيدين اللي اسمها غادة دي، وأنا قررت إني مستحيل أضيعه من إيدي تاني. ما هو مستحيل يا ماما أفضل بقية حياتي أتعاقب على غلطتي مع هاشم، وكفاية قوي اللي حصل فيا. ليه يا بنتي؟ ليه تخربي بيت راجل متجوز وتضحكي على أهلك اللي احنا ملناش غيرهم بعد ربنا؟ يا بنتي دول بيعتبروكوا بنتهم وأكتر كمان. أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا بدافع عن حقي. وبعدين أنا دلوقتي مبسوطة، تكرهي إن بنتك تكون مبسوطة؟ عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري سيبيني أعيش مع فارس وقربوا ليا بطريقتي، والشرع محلل 4. إيه يعني لما أبقى زوجة تانية ليه؟ حسينة اتنهدت تنهيدة راحة بعد ما حكت كل حاجة قدامهم كلهم، وبعدها بصت لفارس وقالت له حقك عليا يا ابني، أنا أسفة، سامحنا يا فارس. الكل كان مصدوم ومش قادرين يتكلموا، يا دوب اكتفوا ببعض النظرات اللي اشمئزاز لنادين بسبب حقدها وغلها. فارس بصلهم ببؤس وقال سامحكم على ايه؟ انا حياتي اتدمرت مرتين على ايديكم، مرة لما بنتك خانتني وكسرت قلبي، ومرة لما خربت بيتي وضيعت غادة من ايدي. ايه رأيك يا امي في اللي حصل لما رجعت لكم؟ ادي حياتي باظت من تاني. ها يا ندى، مبسوطة وحاسة بالامان في وجودي جنبك؟ طب انا بقى مش حاسس بالامان وسطيكم. انا همشي المرة دي وانا اللي بقول لكم ابعدوا عن حياتي وانسوا ان لكم حد اسمه فارس. ابوه قال له بوجع وصوت حزين استنى يا ابني بالله عليك، حقك عليا. استنى تاني؟ يا بابا انت طول الوقت بتحطني تحت رجلك عشان ترضي بس اخوك وبنته اللي بتحبها اكتر مني ومن اختي، بس هي بنت اخوك طلعت شيطانة ماشية على الارض وما عندهاش اي حاجة. نادين قربت منه واتكلمت بضعف. يا فارس اسمعني، انا بحبك ومش قادرة اشوفك مع واحدة غيري، وهو ده السبب اللي خلاني اعمل كده. وبعدين احنا لسه العمر قصادنا، نعيش حياتنا وننسى اللي فات. انتي طالق يا نادين، وكفاية عليكي قوي انك قعدتي كام يوم على ذمتي. فارس قرر يسافر على اول طيارة لغادة، وهناك قابل والدها ووالدتها واخوها باسم، واللي وقف في صفه هو باسم لانه كان عارف حكاية فارس ونادين من زمان. باسم قال لغادة يا غادة افهمي،
الحكاية وما فيها إن فارس اتضغط بموضوع تعبها، وكمان رضا والده عليه اللي تملي بيستخدمه كسلاح في أي معركة بينه وبين ابنه، واللي بيثبتلك إنها إنسانة مش سهلة إنها كلمتك وحكتلك. ومش بس كده، ده انت حماتك واخت جوزك كلموكي عشان يفهموكي انهم هم نفسهم اتضحك عليهم، وانها انسانه غير سويه. مش بقولك سامحيه دلوقتي، لكن على الاقل اديله فرصه. يعني انت نفسك كنت عارف حاجات انا معرفهاش عن جوزي؟ ايوه، لان فارس صاحبي. اقولك على المفاجاه، انا كنت عارف ان فارس اتجوز نادين. اليوم اللي كان بيكلمك فيديو كول واديتيني اكلمه وهي وقفت جنبه وكانت بتحاول تقرب منه. هو قفل بسرعه بس انا شفتها، ولما كلمته بعدها واجهته وما كدبش عليا في حرف واحد. يا غدا جوزك مش وحش، ولو وحش انا مستحيل اخليكي تعيشي معاه دقيقه واحده. غدا سابتهم ودخلت اوضتها، لكن فارس كان بيحاول بكل الطرق انه يراضيها. وفي يوم غدا جالها تليفون من باسم كان بيزعق بطريقه غريبه. الحقي بسرعه يا غدا، عربيتي عطلت مني ومش عارف امشي، يا ريت تيجي بسرعه تلحقيني، هبعتلك لوكيشن. غدا نزلت من غير تفكير، ولما وصلت كلمته وقال لها ان هو جوه المطعم اللي قدامها. دخلت المطعم ولقيت الإضاءة ضعيفة جدا، وفي ثواني النور اشتغل ونزلت صورة كبيرة لفارس وغادة مكتوب عليها: حقك على عيني يا نور عيني، لو لفيت الدنيا كلها مستحيل الاقي في جمال قلبك، سامحيني. غادة حست بالفرحة وقلبها كان بيدق بسرعة من كتر السعادة، ولقيت باسم أخوها جنب فارس. عشان خاطري يا غادة سامحيه، ده بقاله شهر بيلف وراكي في كل مكان، والله مستعد ألف وراها طول عمري ومش همل أبدا، حقك عليا. للأسف عشان بحبك مسامحاك، بس عشان خاطري بلاش توجعني تاني. وفارس وغادة رجعوا لبعض وحبهم قدر يمحي كل الزعل والوجع. وبعد 3 سنين فارس وغادة ربنا كرمهم بتوأم، وغادة بنفسها طلبت من فارس انهم ينزلوا مصر عشان اهله يشوفوا الولاد. ونزل فارس هو وغادة والولاد، والكل استقبلهم احسن استقبال. ندى والدته ووالده، ولما غادة قربت من حماها وسلمت عليه قال لها: سامحيني يا بنتي، حقك عليا. أنا كنت فاكر إني بكده بحافظ على اللي بيني وبين أخويا حتى وهو مش موجود. غصب عني بتصرفات الغلط كنت هدمر حياتكم. أنا آسف يا بنتي. خلاص يا عمو، اللي حصل حصل وياريت يتقافل. وفجأة الباب خبط ولقي حسينة نازلة قطعت الكل وقالت: الحمد لله على السلامة يا ولاد، أنا قلت لازم أسلم عليكم، ربنا يعلم غلاوتكم في قلبي. فارس قال لها وهو بيقرب منها: الله يسلمك يا مرات عمي، لو ما كنتيش نزلتي كنا هنطلع لك مخصوص. غادة قربت منها هي كمان وحضنتها: الله يسلمك يا طنط، وحشتيني قوي والله. واتجمعوا كلهم مع بعض في فرحة وسعادة. طبعا كلكم بتسألوا على نادين. نادين اتجوزت من سنة وسافرت مع جوزها، اتجوزت أول واحد اتقدم لها، وعايشة معاه حياة صعبة جدا محدش يتحملها. بس للأسف مقدرتش تتطلق ولا ترجع لأهلها تاني بعد ما بقيت منبوذة من الكل، وبقيت مضطرة تكذب على أمها في كل مكالمة وتقول لها قد إيه هي مبسوطة وسعيدة في حياتها الجديدة. ومرت الأيام وكل واحد أخد مكانه المناسب، وكل اللي اتمنى شيء شافه وعاشه. وفي النهاية وفي كل نهاية دايما القلوب الصافية هي اللي بتفوز.